السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير إن شاء الله. اليوم في فيديو جديد كما شفتوا في العنوان راح نتكلموا على سكنات الترقوي المدعم البيا، الصيغة الجديدة التي أطلقها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفانبوس. الكثير من المواطنين اختلطت عليهم الأمور حول الصيغة السكنية البيا يعني القديمة والتي بدأت منذ سنة 2018 والصيغة التي أطلقها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفانبوس. وراهم يقول لك كاين اللي سجلوا من قبل كيفاش نديروا درك، واحد يقول لك واش من أفانبوس هذه ليسونسيال. المواطنين ما فهموش هذه الصيغة السكنية الجديدة. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نوضح لكم كل التفاصيل بإذن الله، وراح تخرجوا فاهمين كل شيء بإذن الله. فقط تبعوا الفيديو للأخير إن شاء الله، وأي أسئلة أو استفسارات أخرى اكتبوا لنا، ومعليش حنا ما علينا غير نجيب لكم الإجابات إن شاء الله من المصادر الرسمية بإذن الله. فقط لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وبارك الله فيكم. إذا بعد ما كنت نشرت فيديو بعد إطلاق هذه الصيغة السكنية والتي تمتد لمدة 15 يوم منذ بداية التسجيلات، والتي بدأت يوم 11 ديسمبر الماضي. إذا التسجيلات خاوتي، وخليتكم الرابط أيضا في الفيديو اللي راح نخلي لكم أيضا الرابط تاعو أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. التسجيلات تبدأ من 11 ديسمبر وتستمر 15 يوم. بالنسبة لي من أهم الشروط وهو الدخل من 24 ألف دينار جزائري إلى غاية 12 مليون سنتيم، واللي هو 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. بالنسبة للفرق خوتي، بالنسبة للبيا بكل بساطة الصيغة القديمة بدات في سنة 2018. كاين بزاف ناس سجلوا، وكاين اللي سجلوا في 2022 ومازال ما عيطولهم ما والو، رغم أنهم عندهم لي روسي اللي سجلوا بهم، ولكن لحد الآن لم يتم الاتصال بهم. بالنسبة لهذه الصيغة فقط تخص الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفانبوس، ويعني عدد السكنات عدد محدود، واللي هو فقط 2400 وحدة سكنية في أيضا 24 ولاية فقط، وراح نعطيكم كل التوضيحات إن شاء الله. إذا بالنسبة لصيغة السكن الترقوي المدعم البيا والبرنامج الخاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفانبوس، لوحظ خلال الأيام الأخيرة انتشار كبير اللبس والخلط بين صيغة البيا المعمول بها منذ سنة 2018 إلى اليوم، وبين البرنامج السكني الذي ظهر مؤخرا عبر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفانبوس. ولأن العديد من المواطنين صاروا يتداولون معلومات غير دقيقة، أصبح من الضروري تقديم شرح مبسط ووافي لتفريق الصيغتين بشكل واضح. أولا، بالنسبة لصيغة السكن الترقوي المدعم، الصيغة العادية البيا يعني من قبل اللي بدأت من سنة 2018، هذه الصيغة انطلقت منذ سنة 2018 وما زالت سارية بصفة دورية دون انقطاع، وتعد الصيغة الأشمل والأكثر تداولا بين المواطنين. كيفية التسجيل في هذه الصيغة؟ يتم إيداع الطلبات بطريقتين مختلفتين. أولا، إما عبر بلدية الإقامة مباشرة أو في الدائرة. ثانيا، أو عبر بوابة السكن الترقوي المدعم التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. هذه خوتي الصيغة دي أبدأت في سنة 2018 ومتاحة في أي وقت، فقط يعني على حسب يعني توفر الولاية على حصة سكنية يعني عددها، ثم يمكن تقديم الطلبات يعني بالولوج إلى المنصة الخاصة بوزارة الداخلية، ومن ثم إلى قطاع السكن واختيار سكن ترقوي المدعم. من يحق له التسجيل؟ بالنسبة لكل المواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 24 ألف دينار جزائري فما فوق إلى غاية 12 مليون سنتيم أو 120 ألف دينار جزائري كحد أقصى. بين قوسين خوتي، نعرفوا باللي السميك راه تغير مؤخرا بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد الرئيس، وأصبح 24 ألف دينار جزائري. لا نعرف إلى يومنا هذا هل سيتم اعتماده أم ما زال إلى غاية جونفي المقبل إن شاء الله فيما يخص السكن طبعا. إذا بغض النظر عن جهة الانخراط في الضمان الاجتماعي مهما كانت يعني طبيعة يعني المؤمن هذا، كيف تتم دراسة الملفات؟ كلما توفر برنامج سكني جديد في ولاية ما، يشكل الوالي لجنة ولائية مختصة تتولى دراسة الملفات. يعني يتم ترتيب المترشحين وفق سلم تنقيط معتمد، ثم تعلن القوائم للمستفيدين حسب البرنامج المتوفر. بمعنى آخر، صيغة البيا العادية مستمرة دورية وتشمل جميع الولايات وفق البرامج المختصة
المخصصة لها. يعني البيا العادية متاحة في كل وقت مثل السكن الاجتماعي، يعني تقدروا تسجلوا في أي وقت نفسها البيا، ولكن على حسب توفر عدد معين من الوحدات السكنية لكل ولاية. تسمعوا أحيانا يقول لك فتحوا في العاصمة في قسنطينة في سطيف إلى غير ذلك، وولايات أخرى ما فيهاش، يعني على حسب توفر الوحدات السكنية. ثانيا بالنسبة لبرنامج السكن الخاص بصيغة مختلفة تماما أفانبوس أو التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. هذه السكنات التي أعلن عنها مؤخرا عبر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لا علاقة لها بصيغة البيا العادية، وإن كانت تشترك معها في بعض الجوانب التقنية. إلى من يوجه هذا البرنامج؟ هذا البرنامج مخصص حصريا للمنخرطين في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناز فقط، وباعتبار أنهم المساهمون في صندوق الخدمات الاجتماعية. الولايات المعنية: البرنامج يشمل 24 ولاية فقط وليس جميع الولايات. هذا فرق بين يعني البيا العادية والبيا الحالية. عدد السكنات: العدد الإجمالي للسكنات يبلغ 2460 وحدة فقط، أي بمعدل يقارب 100 وحدة سكنية لكل ولاية، أكثر أو أقل على حسب الولاية. كيفية التسجيل: التسجيل لا يتم عبر بلدية الإقامة ولا عبر بوابة وزارة الداخلية مثل يعني البيا السابقة العادية، بل عبر منصة خاصة تابعة لأفانبوس. كيفية دراسة الملفات: في هذه الحالة يتم ترتيب المترشحين وفق سلم تنقيط خاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمة الاجتماعية أفانبوس، ويعتمد بدرجة كبيرة على أقدمية العمل والاشتراك في الضمان الاجتماعي، الوضعية العائلية، وأيضا الدخل. معايير أخرى مذكورة في الوثيقة الرسمية في المنصة التابعة لأفانبوس. بمعنى واضح يتصرف كمرقي عقاري لبرنامج أفانبوس خاص به، وهو من يتولى دراسة الملفات وتوزيع السكنات دون الرجوع للجان الولاية. هذه الصيغة خوتي خاصة فقط بأفانبوس، يعني الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وله كل الصلاحيات في طريقة تنقيط وأيضا توزيع هذه السكنات دون الرجوع إلى لجان الولاية أو البلدية المختلفة. بالنسبة لسبب الخلط الحاصل بين المواطنين: الكثير من المواطنين اعتقدوا أن إعلان أفانبوس عن يعني فتح دورة جديدة لصيغة البيا العادية، فبدأوا يتساءلون: هل نسجل من جديد؟ هل تسجيل القديم ما زال صالحا؟ هل هذه هي البيا الجديدة؟ والصحيح هو صيغة البيا العادية مستمرة كما هي، وهي منفصلة تماما عن برنامج أفانبوس. بالنسبة لبرنامج أفانبوس يخص فئة محددة، المنخرطين في كناز وبسكنات محدودة وولاية محددة. إذن كل برنامج له منصته الخاصة ومعاييره الخاصة وطريقة دراسته الخاصة. بالنسبة للبيا تسجل عبر بوابة وزارة الداخلية، أما أفانبوس تسجل عبر منصة أفانبوس حصريا. الخلاصة خوتي، بالنسبة للصيغة العادية مفتوحة لكل المواطنين ضمن شروط الدخل، التسجيل عبر البلدية أو بوابة الوزارة وزارة الداخلية، الدراسة تتم عبر لجنة ولائية متواصلة منذ سنة 2018 دون توقف. بالنسبة لبرنامج أفانبوس مخصص للمنخرطين في كناز فقط، عدد محدود من السكنات 2460 سكن، ما يعادل بمعدل تقريبا 100 وحدة سكنية لكل ولاية، يشمل 24 ولاية فقط كما سبق وذكر. دراسة الملفات عبر تنقيط خاص بالصندوق ولا يعتمد على أي لجان ولائية أو بلدية من أجل التنقيط. التسجيل أيضا عبر منصة خاصة بالصندوق، وعليه لا يوجد أي سبب للخلط أو إعادة التسجيل دون داع، فكل صيغة لها جهتها وإجراءاتها وطرق معالجتها. إذن خوتي كان هذا يعني توضيح توضيح حول سكنات الترقوي المدعم البيا، الصيغة الخاصة بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. لاحظت في الفيديو السابق أنه الكثير من المواطنين أخلطوا بين الصيغتين، البيا العادية والبيا الخاصة بأفانبوس، لذلك حاولنا أن نوضح ونبسط المعلومة للمواطنين وخاصة المتابعين في القناة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا خوتي. أي استفسارات
خلوا لنا أيضا تعليقات، وإن شاء الله راح نحاول نجاوبكم سواء عبر التعليقات مباشرة أو عن طريق نشر فيديو خاص بالتساؤلات الكثيرة والأكثر تداولا. نذكر خوتي فقط أنه التسجيل، مدة التسجيل في هذه الصيغة فقط 15 يوما بداية من 11 ديسمبر الماضي، يعني ما طولش اللي حاب يسجل. بالنسبة اللي سجلوا في البيا القديمة ما كان لا يعودوا يسجلوا، لأنه هذه صيغة وحدها وهذه أفان بوس وحدها أيضا وحدها. إذن خوتي هذا واش كان في الفيديو تاع اليوم، نتمنى نكون أفدناكم ولو بالقليل. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وبارك الله فيكم. إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.